السلام عليكم الخوت حبايب، لكم وحشه. الفيلم بالخف ديالنا كيبدا مع ابي وهي سعيده حيت غتحتفل بعيد الميلاد ديالها 16 ومتحمسه لداك الشيء اللي باغيه تحققه في هذا عيد الميلاد، وكانت كتبان ليستا فيها 16 امنيه وكتمنى تحققهم. وفي هذه اللحظه غتدخل عليها العائله ديالها لبيتها باش يحتفلوا معها بعيد الميلاد، وغيبقاو ياخذوا ليها الفوطوس بالكام، لكن هي غتقول لهم بكل ادب باش يمشيو في حالهم ويحترموا الخصوصيات ديالها، حيت دابا ولات بنت عندها 16. من بعد غتبدا توجد لباسها باش تحقق الامنيات ديالها. حتى غيدخل عليها خوها مايك وغيشوف الليسته ديال 16 امنيه ديالها، وغيقول لها باللي اول امنيه فهي مستحيله، وهذه الامنيه هي تقابل واحد الفنان نجم عالمي سميتو جوي، وهذا الفنان صعيب باش يتلاقاو به الناس. وفاش ابي غتشوف الطاقه غتلقى باللي الصديقه ديالها اللي ما كتحملهاش حتى هي عندها عيد ميلاد في نفس اليوم، وعائلتها جابوا ليها طوموبيل كادو، وغتوجد راسها باش تمشي للسكول، وغتلقى باللي بزاف ديال النحل هجم عليهم للمنزل واتصلوا بالناس اللي مختصين بإبادة النحل. فاش جاو غيقولوا ليهم باللي باش يحلوا هذا المشكل ديال النحال خص 30 يوم. وهنا ابي غتمشي للسكول بالبيجاما د النعاس وفي يديها الليسته د الامنيات ديالها، والصديق ديالها جيمي غيكون كيستناها باش يمشيو للسكول كما العاده، وغيلبس ليها الجاكيت ديالو فوق البيجاما، وغيعطي ليها الهديه ديالها اللي غتكون سلسله فيها قلب مقسوم على جوج، نص غتبدا هي ونص غيبقى معاه هو، وهما مازالين كيتكلموا حتى غتوقف عليهم الطوموبيل اللي كتوصل الطلبات. وسلموا الطلب لابي بمناسبه عيد الميلاد ديالها، وهذه الهديه كصندوق فيه 16 ديال الشمعات ومكتوب فيها باللي كل شمعه كتحقق امنيه، ومع هذه الهديه كاين واحد الباكيه د الوقيد باش تشعل بهم الشمع. وهنا غتشعل اول شمعه اللي فيها واحد، وغتتمنى الامنيه 8 اللي مكتوبه في الليسته، واللي هي تكون عندها طوموبيل ديالها خاصه بها. وهنا غيجي واحد الطوبيس وغينزل منه الفنان جوي النجم اللي كيعجبها، وغينزل عندها ويبوسها وغيمشي في حاله. هنا ابي غتفهم باللي شعلت الشمعه واحد وتحققت الامنيه واحد في الليسته ديال الامنيات، وغتشعل الشمعه رقم 8 وغتمنى الطوموبيل الخاصه بها، وغتلقى الطوموبيل بانت حداها، وغتكون البنت اللي كتسوقها هي نفس البنت اللي جابت ليها الصندوق ديال الشمع، وقالت ليها انا سميتي سيليست وانا مسؤول على تحقيق الامنيات ديالك ب 16. وغتوصلهم هي للسكول حيت ابي ما كتفهمش تسوق. وفاش غيوصلوا للسكول الطلبه كاملين غتعجبهم الطوموبيل الجديده ديال ابي، وغتاكد عليهم باش يجيو كاملين لعيد الميلاد، لكن الطلبه بداو كيضحكوا عليها بسبب اللباس والبيجاما اللي لابسه. وهنا ابي خمت باش تشعل الشمعه رقم 2 واللي هي تكون احسن وحده لابسه في السكول كامل، والشمعه ما بغات تشعل وهي مازال كتحاول معاها حتى غتجي عندها واحد الاستاذه وغتحاولها للتحقيق بسبب انها كتغيب من الحصص، وسيليست غتكون هي اللي مكلفه التحقيق معاها، غتقول لها باللي الشمع ديال الامنيات عنده قوانين، واهم قانون هو خص فاش تمني شي امنيه تدو الساعه، عاد يمكن تشعلي الشمعه الثانيه، يعني في كل ساعه من حقك امنيه واحده صافي. وقالت لها ان القوه ديال الشمع كتسالي في 12 ديال الليل، يعني اذا بقات ليها شي شمعه فوق 12 ديال الليل فما غتبقى صالحه لوالو، ولكن فاش غتفوت 12 كاع الامنيات اللي تمنيتي غتبقى دائما، بحال الطوموبيل اللي تمنيتي غتبقى معاك للابد. وابي غتبقى تسنى فوقاش تجي تسعود باش تشعل الشمعه الجديده، فهنا غتخبع في واحد المخزن وغتشعل الشمعه ديال انها تبقى احسن وحده كتلبس في هذا السكول. فهنا في هذا المخزن غيولي كله لباس بحال شي بوتي، وسيليست غتكون معاها باش تعاونها في اللباس. وفاش غتبان ابي غتكون لابسه احسن لبسه في السكول، والطلبه كاملين استعجبوا وعجباتهم اللبسه، وكاين اللي تعصب كاع فاش شافها. من بعد ابي غتمشي للحصه ديال الفولي، ويلا غتجي الاستاذه باش تغوت عليها علاش تعطلت، ويلا كانت غتوقفها من الحصه. ابي عطات ليها صاك ديالها كهديه باش تسامح ليها على التعطيله، وفعلا سمحت ليها. من بعد الاستاذه قالت لهم باللي غيلعبوا مقابله وديه، وابي تعطلت شويه كتبدل عليها حتى دازت ساعه، وهنا شعلت الشمعه 3 اللي هي تغلب واحد الطالبه في اي حاجه، وهاد الطالبه ما كتحملهاش. من بعد بانت ابي وهي واجده لاي مقابله، وفاش جات اول محاوله لابي عطات ليها البالون لوجهها. هنا الطالبه سخفت وابي فازت بالمقابله بكل سهوله. وبعد ما فقط هاد الطالبه من السخفه لقات باللي الانتخابات ديال اتحاد الطلبه تعملوا، وابي هي اللي غلبت هاد الانتخابات باصوات 100%. من بعد مشات عند جيمي باش يعاونها في قواعد اتحاد الطلبه حيت هي ما كتفهمش فيها. من بعد غيمشيو يتغداو، والطلبه كاملين كانوا باغيين ياخذوا معاها فوطوس بحال شي نجمه، وجيمي غيسولها على شنو كاين، وابي غتقول له باللي شحال الشمعه اللي كنت كنتمنى فيها نولي نجمه وعندي معجبين. فهنا غتقول لجيمي باللي باغيه تجيب كسوه عيد الميلاد ديالها، لكن الفلوس خلاتهم في المنزل والنحل تما ما عندها كيفاش تجيبهم. وجيمي غيقول ليها انا نسلف لك الفلوس باش تقضي هاد الكسوه. وفاش غيطلعوا في الطوموبيل غتجيب بالها باللي هي ما كتفهمش تسوق، وجيمي غيقول ليها باللي انت عندك في الليسته واحد الامنيه باش تكوني كتسوقي، وابي غتشعل
وغتشعل شمعة رقم 7 وغيبان حداها السيد المسؤول على السوقان وغيعطي ليها وثيقة باش تسوق بها. وفاش غيوصلوا للمحل ديال الحوايج اللي غتجيب منه الكسوة، جيمي غيطيح له البسطام بلا ما يشوفو، وغتبان ديك الطالبة اللي ما كتحملتهاش وغتهزو حيت اصلا كانت حدياهو. وابي دخلت كتقيس الكسوات وجيمي غير كيجاملها باش يخلي معاها العلاقة زوينة. صافي ابي عجبات الكسوة، وفاش جات الساعة ديال الخلاص جيمي ما لقاش البسطام. السيدة اللي كتبيع في هذا المحل جرات عليهم وقالت ليهم بلي هما غا اطفال جاو يتفلاو، من الاحسن يمشيو بحالاتهم. من بعد ابي غتبقى تسنى تدو الساعة وغتشعل شمعة رقم 9 اللي فيها الامنية ديال الناس ما يبقاوش يعاملوها على انها مازال طفلة. وفاش مشات تعاود عند مولات المحل سولت على جيمي، ومولات المحل جاوبتها باللي هي حقا شافت واحد الطفل جيمي مشى عند واحد البنت مازال طفلة ومشاو بجوج، وقالت ليها باللي هاد الكسوة ما جاتش معاك، شوفي شي حاجة اللي تليق بالسن ديالك، وفوقاش ما كان عندك الفلوس دوزي لي ما كاين حتى مشكل. هنا ابي كانت في قمة السعادة وغتمشي عاود للسكول وغتلاقى بها الاستاذة وما غتعقلهاش، وغتمشي عند جيمي غتقول له علاش خليتيني في المحل ومشيتي في حالك، واش هذه هي الصحبة؟ لكن جيمي حتى هو ما غيعقلهاش وغيقول ليها شكون انت، ما يمكنش نتصاحب معاك حيت انا مازال طالب في الثانويه وانت زايده عليا في السن. وهي باقي كتكلم غيجي واحد المسؤول في المؤسسه وغيجري عليها من تما وغيديها حتى الباب وغيقول ليها ها والديك هما يفهموك علاش ما خصكش تبقى هنا الوالدين ديالها قالوا ليها انت كبرتي دابا وما يمكنش تبقى تجي لهاد السكول، وحنا جمعنا لك حوايجك وخدينا لك واحد المنزل باش تبقاي تعيشي فيه حيت ما يمكنش تبقى عايشه معنا حيت دابا كبرتي وخصك تعتمدي على نفسك. وغيديوها لواحد المنزل وغيقولوا ليها انت غتبقاي تخلصيه كل 30 يوم ولا غيجريو عليه منه، وهذا طبيعي لاي بنت وصلت للسن 22 سنه وغيخليوها وغيمشيو بحالو. وابي مازال كتستوعب كيفاش وصلت لهاد السن. من بعد فتحت الصندوق وجبدت الفوطوس القدام فاش كانت عندها 16. من بعد غتقول باللي سيليست هي الحل وغتقلب على شي امنيه باش تجيبها باش تفهمها شنو واقع، وغتشعل الشمعه ديال امنيه انها تزين بيتها كيف ما كتمنى. من بعد بانت سيليست باش تعاونها في تزيين البيت، وابي قالت ليها باللي الشمعه خطات في الامنيه، لكن سيليست قالت ليها الشمعه ديال الامنيات ما كتخطاش، ياك انت كنتي كتمني الناس يعملوا بانك سيده ناضجه وماشي طفله. وابي غتحاول تبدل الامنيه ديال انها تولي كبيره لكنها ما غتستطيعش تبدل ولا تمسح شي امنيه. غتفهم ان اذا فاتت 12 الليل غتبقى في هذا السن اللي فيه دابا مدى الحياه. من بعد غتجي في بالها الامنيه 13 اللي يمكن تحل هذه المشكله، وهذه الامنيه هي ان والديها يفهموها ويساندوها في داك الشيء اللي كتبغي. من بعد غتشعل الشمعه وغتمشي عند والديها وغتقول لهم اللي انا باغيه نمشي للسكول وباغيه نعيش معكم كيف ما الاول. لكن والديها غيقولوا ليها هما فاهمين الصعوبه ان الواحد يعيش بوحده، لكن لازم عليها تعتمد على نفسها باش تواجه الحياه. من بعد غتشوف باللي ديك الطالبه اللي ما كتحملهاش عندها واحد الحفله وجيمي حتى هو ماشي ليها. هنا غتمشي لعنده وغتحاول تفهموا اللي كاين وغتجبد السلسله اللي كان جاب ليها كادو وشاف القلب مجموع. وهنا غيعقل عليها وغيجاه كلشي في بالو، لكن ما غيلقى كيفاش يعاونها غير بانه يواسيها وقال ليها بقاي معايا في هذه الحفله. وفاش دخلت الحفله لقات بان خوها ولا موسيقي وجيمي هو اللي ولا مكلف اتحاد الطلبه. هنا ابي غادي تكتشف انها كانت عايشه احسن حياه لكن هي ما كانتش كتشوفها زوينه. وفاش مشات ليها عاد فهمت بقيمتها. هنا بقات ماشيه بالطوموبيل تتقاضى ليها ليسانس، وفاش نزلت عواش ليها التاكل وجلست كتصاوبو وهي دوز واحد الطوموبيل حدا الماء موسخ وجا فيها كامله. وهنا اليوم ديالها كامل داز بأسوأ نهايه ممكنه. من بعد غتمشي للمنزل ديالها اللي ما كتخلصوش وجات عندها سيليست وقالت ليها انا شفت باللي اليوم ديالك داز كحال وقلت نجي نجلس معاك ونواسيك. وقالت ليها باقي لك امنيه واحده ولا بد تكمليها قبل 12 الليل. وهنا غتكون ابي في الامنيه 16 حط الفوطو ديال الصديق ديالها لوغان اللي معجبه به، وغتلقى باللي الفوطو ديالو ملصقه غير بالمسكه. وهنا ابي غتبدل الفوطو بالفوطو ديالها. فاش يلا غتكمل 16 فاش دخلوا عليها عائلتها البدايه اليوم. وقبل ما تجي 12 بدقيقه ابي شعلت الشمعه اللي بقى ليها. وهنا ولات كيف كانت وفي البدايه اليوم ديالها مع عائلتها كيحتفلوا بها. وهنا غتحضنهم وغتقول لهم باللي هي سعيده حيت عايشه معاهم وباللي هما نعمه. وغتمشي حدا المخزن اللي عندهم في المنزل وغتقول لوالديها باللي كاينه الفوق واحد الخليه ديال النحال وخصهم يلقاو ليها شي حل دغيا قبل ما يهبطوا لهنا. هنا غتبان سيليست هابطه من الفوق وغتقول لهم باللي صافي قضات على النحال ودابا هما في امان. وهنا ابي جبدت الفلوس اللي كانت جامعه وعطاتهم لخوها باش يجيب الجيتار اللي كيعجبو حيت هو اصلا موسيقي. وغتمشي عندك الطالبه اللي ما كتحاملش معاها وسولات على السبب ديال هذا الحقد وجاوبتها باللي هي خدات جيمي اللي كان صديق عزيز عليها من تما وهي حقد عليها
ديالها. وهنا ابي قالت ليها المسامحه، وانا ما كنتش كنظن باللي انا خديت منك صديق الطفوله، وطلبت منها السماحه. وهنا غيتسامحوا وغيقولوا باللي جيمي هو انسب واحد لمنصب قائد اتحاد الطلبه. وفي الليل غيحتفلوا فوز ديال جيمي اتحاد الطلبه، وبعيد الميلاد ديالهم 16 بجوج بيهم. وجيمي غيقول لها باللي كيبغيها، وحتى هي غتقول له نفس الشيء. وغتكون هذه احسن حفله عيد الميلاد كيف ما تمنت ابي في الامنيه 16 ديالها. وهنا تسالى الفيلم بالخف ديالنا. تحياتي لكم الخوت.